مصر هتقابل الكوت ديفوار في دور الثمانيه. الروح الانهزاميه دي انا كنت متوقعه مثلا انها تكون من جمهور الكوت ديفوار، من جمهور فريق بينافسنا، يقول انتوا ناس ضعيفه، انتوا مش هتقدروا، انتوا مش. يا جماعه احنا قابلنا الكوت ديفوار دي 8 مرات في افريقيا، 8 مرات. المره الوحيده اللي هزمتنا كان سنه 84. احنا في 2006 غلبناها، كانت معانا في المجموعات، فوزنا 3-1، وقابلناها في النهائي غلبناها بركلات الترجيح. 2008 طلعناهم بفضيحه، ورجعنا طلعناهم 2021، وفي 98 مطلعينهم. في ايه يا جماعه؟ ما هي نفس اللعيبه دي. احنا قابلناهم في 2006 بمين؟ بدروجبا. دروجبا كان اعظم لاعب افريقي في اوروبا. يايا توريه نص ملعب مانشستر سيتي في بدايه تكوين مانشستر سيتي اللي فاز بالدوري. عبد القادر كايتا اللاعب اللي ما كانش ما انتش عارف تمسكه. ارونا دنداني، ارونا كونيه، كلهم كانوا محترفين بره. كل واحد كان جاي كده واحنا بنلعب بايه؟ بالمحليين. هي احنا اصلا من امتى مصر بتفوز ببطوله عشان معاها لاعب محترف؟ احنا طول عمرنا بنفوز عشان معانا لاعيبه محليين، لاعيبه بتتحمل المسؤوليه، لاعيبه بيهمها فرحه الجمهور وبتزعل على زعل الجمهور. انا مش فاهم يعني من ساعه ما هنلاعب الكوت ديفوار والناس كلها ده احنا هنشيل ما اعرفش كام، ده احنا مش عارف ايه، ده احنا الله يرحمنا. في ايه يا عم؟ احنا منتخب مصر يا عم، احنا صغيرين يعني ومش فاهم انا. كل القصه محتاجه تنظيم في الملعب، اقفل دفاعاتك والعب على التحولات بس. ما تديلهمش مساحه ولا تخش معاهم سباق سرعه. اديت لهم مساحه هم هيجروا، هم اكثر سرعه وقوتهم البدنيه اعلى مننا، هيدمرونا. ضيقت لهم المساحات، استلمت كوره، بصيت كوره، مشيت كوره، هديت الوضع، هتوصل معاهم لابعد نقطه احنا عاوزينها. وتقدر تخطف لو لعبت على التحولات وقدرت تظبط الدنيا. المهم التشكيل الصح والخطه الصح. الماتش زي ده، ماتش زي ده هم هيهاجموا علينا فهيسيبوا مساحات، فانت تفكر في استغلال المساحات. الكرة لما تطلع من عندك تطلع زي الهدف الثاني اللي جابه محمد صلاح، تطلع تبص ترفع تشوف هتدي لمين، تبص لمين، مش تشتيت وخلاص. بس الفريق يبقى كتله واحده قريب من بعضه، الباصه صح، باصي صح، مش مطلوب منك غير كده. انا شايف ان الماتش يعني مش كارثه الكوت ديفوار ولا الكاميرون ولا السنغال ولا اي فريق. كل الفرق دي، السنغال فازت عنها بركلات ترجيح في نهائي البطوله، وفي كاس العالم برضو بركلات ترجيح. احنا مش اقل من الناس دي، بالعكس احنا بيبقى عندنا روح اقوى منهم، وبنلعب باسم البلد اللي احنا منها. نيجيريا دلوقتي بتهدد، ما هيش راحه، مش عاوزه تروح، عاوزه مكافآت. وسمين مش عارف اتخانق مع مين مشي، والفرق كلها مش. احنا بنلعب بروح وباسم مصر ولاعيبتنا رجاله. يبقى احنا لازم نكون في ظهرهم عشان يعملوا اللي عليهم، مش كل شويه يقول لك ده احنا هنلعب طب ما احنا هو اول مره نلعب الكوت ديفوار 2021. طب ما انا مطلع الكوت ديفوار ومطلع المغرب قبلها، وقبلها مطلع المغرب برضو. ايه القصه يعني؟ مش فاهم. نهدى كده يا جماعه، نهدى. ماتش، ما هو ماتش راجل لراجل يعني، مش منزلين ملك من السماء يلعب معاه. وان شاء الله باذن الله نفوز.